مع حموضة الزيتون وملوحته وشوية حلاوة من الجزر والدسم بيجي من الدجاج. أحلى من هيك تغميسة مستحيل تلاقوا. من أطيب الأكلات الجزائرية. شوفوا، في بلاد المغرب العربي بيستعملوا الزيتون في كتير وصفات، ولكن اليوم الجزائر تفوقت بوصفة الدجاج مع الزيتون، ومع ذلك بدي أعمل اللحم بالزيتون كمان. جاري التركي بيحكي لي هاي تجربة أنا عشتها، مش مجرد أكلة. بكل بساطة بقطع الدجاج بالشكل اللي بدكم إياه، ما عنديش مانع، وبقطع كمان 3-4 بصلات مكان احمر او ابيض، بس بقطعهم ناعم كتير قدر الامكان. بكل بساطه في الطنجره بنزل بشويه زيت مع سمنه بلدي او سمنه عاديه، وبنزل بالبصل اخليه يتشوح شويه مع شويه ملح، يا حبذا لو اخذ لون بدا يتكرمل يعني. بعد تقريبا 10 دقائق بنزل عليه الدجاج وبقلبه وببدا احط البهارات. هل قلت البهارات؟ بالنسبه للبهارات شوفوا حبايبي اللازم الجزائريين، اذا ما زبطتها احكوا لي كيف اظبطها، ولكن انا حاولت. وبنفس الوقت البهارات مش هي الاشي الاساسي، الاساس عندي هو الزيتون وهو الطاغي على الطعم. انا حطيت ملعقه 7 بهارات او اي بهارات دجاج بتلاقوها، وزنجبيل وشويه قرفه وكركم. بقلب البهارات مع الدجاج 4-5 دقائق، وبنزل عليهم ميه مغليه وبغطي عليها وبخليها تغلي من 30 ل 40 دقيقه لغايه ما يستوي الدجاج. وبعدين بكل بساطه بطلع الدجاج بحطه على جنب، اذا بدي بعمل له شويه سريعه بالفرن. بعدين بنزل الزيتون والجزر. هنا نيجي للزيتون، بدي زيتون ما فيش فيه نوى، بيتد اوليفز، بطلعهم من المرطبان اي نوع بتلاقوه، انا لقيت كذا نوع حاولت اجرب اي واحد فيهم اطيب. بنقعه في الميه نص ساعه تقريبا حسب درجه ملوحته. الهدف هنا انه تطلع شويه من الملوحه والمراره من الزيتون. وبنزل الزيتون والجزر فوق الدجاج والبصل، بقلبهم، واذا بدي بحط ليمون كمان بيعطي طعم لذيذ. حلقت هذه الاكله للغموس، فبدنا الصوص تبعها يا اما يختفي يا اما يضل بس يكون كثيف. فهنا عندكم خيارين، يا اما بتخلوها تغلي قدر الامكان فبصير له ريدكشن، او اذا بتحبوا الغموس كثير زيي بجيب شويه طحين مع ميه وبنزلها وبحركها بيكتف شويه، وهيك ما بخسر المرقه. وبعدين بصبها فوق الخبز وبقدمها. وبنجيب الطنجره بعد ما بردت شويه. يا سلام، الريحه ما احكي لكم. نيجي للدجاجات وبنحط واحده هيك، الله على الجزر، وبنزل الدجاج، ولا ننسى الجرجير. نيجي لموضوعنا وبنقول له بسم الله. ناخذ زيتون مع الجزر. يا إلهي ما أزكاها. طبعا اللحمة طبيعي تكون دايبة ومنهنها، ناخذ معها بالجلدة بالزيتونة زي ما هي هيك بناخذها زي ما هي بالجلدة بالزيتونة. خلص الدجاج تبعي راح كله للجيران، بروح باكل معهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فروم الجيريا، الجزائر. فيات أولسون. نسيت أجيب لهم الجرجير واللبن. اليوم اجي عبالي اجربها باللحم، وبصراحه امبارح الصوص طلع لونه غامق شويه، وانا بحب اللون يكون فاتح شوي. فهنا سامحوني كمان مره حبايب الجزائريين، بدي اقدم طريقه مبسطه جدا لطاجين اللحم بالزيتون. طبعا مش كل الناس عندهم هذا الطاجين، ومش كل الناس بيعرفوا يستعملوه. يعني اكله زي هاي يعني عمرها 200 سنه 500 سنه، مش عارف قديش، مليانه حضاره ومليانه تاريخ. يعني مش حقدر يعني لو طبختها انا 10 مرات مش حقدر اضبطها زي حبايب الجزائريين اللي بيطبخوها من مئات السنين. فانا بدي اقدم لكم شيء سريع وسهل جدا. بكل بساطه بجيب كتف خروف ربيعي يكون عمره هيك 5-6 شهور، وزن الخروف كامل 14 كيلو، الكتف بيطلع وزنه كيلو ونص ل2 كيلو، طري ولونه فاتح لذيذ. بقطعه على الماكينه 5-6 شقف، بعدين بحطه في ميه بارده قبل ما يغلي بشويه، بس تطلع زفره بشيل كله اصلا من الميه وبكبها وبحطه في طنجره جديده، بنزل الميه مغليه وبحط عليه اي مطيبات بدكم اياها، ونفس طريقه امبارح بالضبط، زيت وسمنه وبصل بقلبهم. بس المره هذه الاختلاف انه بدي احط الزيتون والجزر عليهم مباشره، والبهارات بسيطه المره هذه، كزبره ناشفه وبودره زنجبيل وكركم، بس بديش اكثر من هيك، والملح طبعا بيعطوني هذا اللون الذهبي الحلو. بقلبهم بصيروا 100%، وبنزل ميه مغليه وبخليهم يغلوا لهم هيك ربع ساعه ثلث ساعه يتسبكوا. بعد ما تستوي اللحمه بشيلها وبحطها فوق الخليط تبع الزيتون والجزر. وهنا انا يا ريتني حطيت المرقه تبعت اللحمه بدل الميه اللي حطيتها، ومع ذلك لسه بدها طبخ اللحمه شويه، فحطيت شويه من المرقه عليهم وسبتهم يغلوا ويتسبكوا. ويا سلام ما فيش احلى من هيك. بشيل اللحمه، واذا بدي دهنه زيت مع ملح وفلفل اسود بحطها بالفرن هيك تاخذ شويه لون يعني، وببدا اصب. هنا بدي اخذ صحن الي وبدي اخذ الباقي لاصحابي. عند الجزار اصحابي مغاربه وجزائريين ما احلاهم، دائما بشتري من عندهم اغراض وبسلم عليهم. فبدي اخذ لهم اشي وخلي الي اشي ثاني، فمش عارف انا اوديهم الصحن هذا الصغير ولا الطاجين كله، مش عارف احدد. انا اقول لكم يعني شو بدي اعمل في هاي كلها. انا امبارح اكلت من هذا الخبز بس تعبني شويه، بدي اكل منه شويه بعدين بدي اكمل في الباجيت.
الفرنسي هذا اللذيذ، جبته معي من محل اليوم وكنت ماشي فيه زي هيك. بنقول بسم الله. انا بحب الغموس، بعشق الغموس. بنيجي هيك باخذ جزر مع الزيتون زي هيك وبنقول بسم الله. الله، يمكن اطيب انت بعد امبارح. الله على الدسامة، حتى الوانها بتجنن، تفتح النفس. يا الهي. الله، شوفوا الطراوة كيف، لحمة وفيها طعم الزيتون، اشي عجيب. قلب الصغير لا يتحمل. يا الهي، حبايبنا اللزم.